إلى بناء هذه المؤسسة الكبيرة. اليوم تم استعراض ما توصلت إليه اللجنة من نتائج ومن فساد في هذا القطاع، وتم إقرار جميع التوصيات التي أتت بها اللجنة لإصلاح هذه المنظومة، وهذه التوصيات لا يمكن تنفيذها بدون التعاون مع الحكومة المصرية وبدون التعاون مع الجهاز التنفيذي، ولذا كنا حريصين على الاستماع لكل المسؤولين من الوزارات المعنية. وخرجت اليوم التوصيات من مجلس النواب إلى الحكومة المصرية للعمل على تنفيذها، وتم إحالة جميع المخالفات التي رصدتها اللجنة إلى السيد النائب العام وإلى الجهاز الكسب الغير المشروع وإلى جهات التحقيق المختصة للتعامل معها لحفظ حق الشعب المصري ولحفظ حق الدولة المصرية. طيب هل نقدر نقول إنه الأزمة انتهت باستقالة الوزير ولا لسه منظومة الفساد ما زالت موجودة؟ يا سيدتي، الأزمة لم تنتهي بالوزير، نحن حريصون على الإصلاح، نريد أن نصلح كافة القطاعات الموجود بالوزارات المعنية، وعلى المسؤولين الحاليين الذين يعملون بتلك القطاعات أن يعاونون اللجنة ويعاونون المجلس ويعاونون الحكومة في انضباط واستقامة ما اعترى هذه المنظومة من فساد وما اعتراها من ترهل في الأداء وعدم انضباط، لعدم تطبيق الضوابط والقوانين المنصوص عنها، سواء في العقود، سواء في الاستلام، سواء في الطحن. نحن الآن نأتي إلى الخطوات العملية للإصلاح بعد أن اكتشفنا كل نقاط القصور التي وجدناها بهذه المنظومة. طيب هتتعاملوا ازاي مع الفساد اللي حضرتك لسه بتقولي؟ طبعا منظومة الفساد ما زالت موجودة، خصوصا انه بيتم حتى الآن او حتى هذه اللحظة صرف وهمي من المطاحن لأصحاب المخابز، برضو بيتم ايضا إضافة نقاط وهمية من شركات القروض. أن الإصلاح